السلام عليكم. فيديو النهارده هنتكلم عن ازاي تلاقي وظيفة مناسبة ليك في كندا بالتفصيل وخطوة بخطوة. اتنين، ازاي تقدم على الوظائف دي. لو انت بتقول انا بقدم كتير ومحدش بيرد عليا، فان شاء الله في خلال الفيديو هنتكلم عن نقط كتير ممكن يكون واحدة منهم هو السبب ان مفيش حد بيرد عليك. طيب الفيديو ده موجه لمين وهيكون مناسب لمين؟ باختصار، لو انت بتدور على وظيفة جوه كندا ايا كان وضعك ايه هو، سواء لو انت كنت بره كندا، لو انت محتاج LMIA، لو انت موجود جوه كندا بفيزا زيارة، تصريح عمل، طالب، لاجئ، ايا كان وضعك القانوني ايه في البلد، هتعرف ان شاء الله ان انت توصل للوظيفة المناسبة ليك. الفكرة كلها ان احنا نتعلم مع بعض ازاي نستخدم الموقع ان احنا ندور على الوظيفة الصح المناسبة لينا ولظروفنا جوه كندا. قبل ما نبدأ، لو انت لسه جديد معانا، انا اسمي محمد عاطف، وفي القناة هنا بنتكلم عن كل ما يتعلق بالحياة في كندا، فلو دي مواضيع تهمك ما تنساش تعمل اشتراك في القناة. بس يلا نبدأ على طول. طيب تعالوا دلوقتي ندخل على موقع جوب بانك ونشوف، ناخد اوفر فيو كده على الواجهه بتاعه الويب سايت عشان نعرف نستخدمه ازاي لما نيجي ندور على وظيفه. اول لما تدخل هتلاقي بيقول لك هنا ان في والله 140 الف وظيفه متاحه. اسهل طريق ان انت تدور على الوظيفه ان انت تكتب هنا الوظيفه اللي انت بتدور عليها واللوكيشن، لو انت مثلا بتدور في كندا كلها او عايز تدور في مقاطعه معينه او حتى مدينه معينه. طيب ده اسهل طريق، وبعد كده بتدوس سيرش على طول. بس تعالى نبص على الاثنين اوبشنز دولت، في ادفانسد وفي براوز. خلينا ندخل الاول على براوز دي ونشوف ازاي ده ممكن يسهل علينا البحث. هناخد بس ايه فكره سريعه. هنا بيقول لك دي من الوظائف الاكثر طلبا يعني في الفتره اللي فاتت. تمام. لو جينا مثلا بصينا على كوك دي هنلاقي فيه 9959 وظيفة حاليا متاحة دلوقتي على الموقع تقدر تدور عليهم. تقدر برضو تدور بالمقاطعة، ولو بصينا هنا هنلاقي ان بريتش كولومبيا والبرتا وأونتاريو هم أكتر 3 مقاطعات فيهم وظائف متاحة. تقريبا 40,000، 33,000 ونص، 9 تقريبا 30,000 وظيفة. هنا برضو مجمع لك كل الوظائف كده في جروبس، تقدر تدخل على الوظيفة. مثلا هنا كل الوظائف اللي ليها علاقة بالسيلز، مثلا كل الوظائف اللي ليها علاقة بالمانجمنت، تمام، وهكذا. مش عايز اطول بس ايه في الحاجات دي عشان لسه في كلام كتير عايزين نتكلم فيه. طيب تعالوا نخش بعد كده على ادفانسد ونشوف ايه الفلترز اللي موجوده اللي تساعدنا ان احنا نوصل للوظيفه المناسبه لينا. لو جينا بصينا هنا هنلاقي ان في اخر تاريخ الاعلان، لو جينا بصينا هنلاقي ان في اخر 48 ساعه بس في 5401 وظيفه. ودي نقطه مهمه عايزين نتكلم فيها. لما بتيجي تقدم على وظيفه او بتستخدم الجوب بانك، انت بتقدم على وظائف مثلا بقالها شهر او بقالها شهرين او بقالها اكتر من كده. ايه المشكله في ده؟ اولا هتلاقي ان في الاف الناس، لان الموقع ده العالم كله بيستخدمه، هتلاقي في الاف الناس قدمت على الوظائف دي. تاني حاجه، ممكن اساسا تكون الوظيفه دي خلاص اتملت وصاحب العمل ما كنسلهاش او ما قفلش او قال خلاص اتعملت. ده وارد، ممكن يحصل. فده ممكن يكون سبب من الاسباب اللي انت ما بتلاقيش رد لما بتيجي تقدم على وظيفه باستخدام الجوب بانك. بعد كده في هنا بيقول لك الوظيفه، هل انت مثلا عايزها داي جوب اللي هي مثلا من 9 ل 6، او عايزه ان هي تكون حاجه الصبح بدري او في الويك اند وهكذا، او حاجه شيفت وهكذا. اي رقم هتلاقيه جنب الحاجه دي ده معناه عدد الوظائف المتاحه لو اخترت الفلتر ده. يعني مثلا الداي جوب فيه 50,000 وظيفه ونص. مش عايز اطول، خلينا ندخل ايه على طول في المهم. بس دي حاجه تقدر برضو ان انت تبص من خلالها لو انت عايز توصل، لو انت عارف انت عايز توصل لحاجه محدده على طول، زي ما هنشوف لما ندخل ندور على وظيفه. طيب خلينا ندور على وظيفه دلوقتي بشكل عملي ونحاول نفهم الدنيا فيها ماشيه ازاي. خلينا مثلا ندور على درايفر. خلينا نسيبها كده، نسيب الدنيا مفتوحه، ولما ندخل على الوظيفه اقول لك ازاي نوصل للوظيفه اللي هي مناسبه لينا ولاحتياجاتنا. خلينا ندوس على سيرش ونشوف هيطلع لنا ايه. طلع لي 9504 وظيفه. طبعا كلام مش منطقي خالص انك انت تدخل تدور في 9000 وظيفه او تبعت ل 9000 وظيفه. ده عمليا يعني ما اعتقد مستحيل يعني حد يعمل حاجه زي كده. طيب نعمل ايه بقى؟ بص يا معلم، احنا عندنا هنا في شويه فلترز، هي دي اللي بتخلينا نوصل للحاجه اللي احنا عايزينها. اول حاجه هيقول لك انت بتدور عليها في مقاطعه ايه. لو انت مش فارق معاك خلاص ما تختارش اي حاجه، بس خليني مثلا اقول لك انا عايز ادور في مقاطعه بريتش كولومبيا. لو جينا بصينا على بريتش كولومبيا هنا هتلاقي فيه 2798 وظيفه. يعني في 2798 وظيفه متاحين للسواقين بمختلف الرخص بتاعتهم يعني. تمام. خلينا نختار دي على سبيل المثال. زي ما قلنا في عندك اخر 48 ساعة وفي اخر 30 وفي اخر
اكتر بقى من 30. انا لما هاجي ابتدي ادور على وظائف، اول حاجه هعملها هدور على وظائف تكون لسه نازله جديد، بحيث ان انا يبقى عندي الاولويه ان انا اكون الحق ابعت للوظائف دي. طيب خلينا نقول اخر 48 ساعه، تمام كده. في شويه فلترز كتير موجوده برضو هنا، ممكن تختارهم، يعني ممكن تقلب فيهم، مش عايز اعدي على كل حاجه عشان الوقت. لكن اهم حاجه واخطر بقى حاجه في الكلام ده، خصوصا للناس اللي هي بتدور على شغل من بره كندا، واللي احنا هنحاول نركز معاهم اكتر، لان اعتقد الغالبيه بيحاول يدور على شغل من بره كندا. ده هنا بيقول لك انت بقى كمتقدم للوظيفه دي انت وضعك ايه. فهو هنا عامل خانه للكنديانز، فخلاص انت تمام. الناس اللي موجودين في كندا، مش الكنديانز بس، او الناس اللي من بره كندا، تمام. فهنختار اللي هي الانترناشونال. حلو الكلام. طيب طلع لي بقى كام وظيفه؟ 17 وظيفه. يبقى انا كده نزلت من العدد الوظائف من 9000 ونص تقريبا ل 17 وظيفه. ده رقم منطقي اقدر ان انا ادور عليه. يبقى احنا كده هنا استفدنا ايه او عملنا ايه؟ انا دورت على الوظيفه في المقاطعه اللي انا عايزها، اللي هي مثلا بريتش كولومبيا. دورت على اعلان لسه نازل جديد في اخر 48 ساعه، يعني معنى كده ان ممكن يكون مش ناس كتير قدمت عليه، فانا فرصتي هتبقى اكبر. ثالث حاجه ان انا اخترت ان انا بدور على شغل من خارج كندا. من خارج كندا يعني معناها ان انت محتاج تصريح عمل، يعني اللي عامل الوظيفة دي هيقبلك وانت من خارج كندا. حلو الكلام. طيب تعالوا نبتدي ندخل على الوظيفة دي ونشوف المتطلبات بتاعتها ونشوف كل الكلام اللي فيها. تعالوا ندخل على اول وظيفة. اول حاجة تخلي بالك منها، بص علامة الصح دي علامة اللي هي الفيريفيكيشن، يعني ده معنى كده ان صاحب العمل نفسه هو اللي رافع الوظيفة دي، وغالبا بيكون عليها رقابة كبيرة من الحكومة. يعني معنى كده ان الوظيفة دي حقيقية. بس برغم كده برضو الحكومة بتقول لك يعني احنا ما نقدرش نضمن لك ده 100%. هما بيحبوا يكبروا المواضيع. لو لقيت علامة الفيريفيكيشن دي غالبا الوظيفة دي تمام وكل حاجة، ودايركت على طول لصاحب العمل. تعالوا ندخل على الوظيفة نفسها ونشوف بقى ايه الكلام اللي موجود جوه. اول حاجة عندك هنا هي العنوان. اول حاجة انا ممكن اعملها لو انت بره كندا، ادخل على العنوان ده وشوف كده المكان على جوجل مابس. شوف المكان، شوف الشركة. لما تدخل على جوجل مابس برضو هيجيب لك رقم التليفون، هيجيب لك لو عندهم ويب سايت، يعني تقدر تعرف معلومات من العنوان بتاع الشركة عن الشركة دي موجودة بتعمل ايه، كلام زي ده. حلو الكلام. طيب بعد كده بيكلمك عن المرتب بقى. هو بيقول لك هنا $27.50 في الساعة، وعدد ساعات العمل في الاسبوع 35 ساعة. هنا بيقول لك برضو المواعيد بتاعة الشغل، في الويك اند، في الايفنينج، في الداي دي هيتم تحديدها. يعني ساعات العمل فليكسبل، مش وقت مش من 9 ل 6. وفي هنا 5 وظائف متاحين، يعني هما الشركة دي او صاحب العمل ده محتاج 5 سواقين. فدي برضو حاجة من الحاجات الكويسة اللي هي بتزود فرصك انك انت تلاقي الوظيفة دي. تمام. طيب الحاجة بقى اللي انت تعملها، اللي احنا مش عايزين نعدي عليها يعني او نضيع فيها وقت، لان هي تكون مختلفة من وظيفة للتانية، انك انت تدور بقى كل المتطلبات وتقعد تمسكها تفصصها واحدة واحدة. تمام. ليه بقول لك كده؟ لان ده ممكن يكون سبب من الاسباب ان انت ما بيجيلكش رد اصلا. طيب تعالوا ناخد مثال على كده. لو انت مثلا بصينا هنا، هو بيقول لك ان رخصة السواق لازم يكون معاه رخصة كلاس A او كلاس 1 او A. تمام. اللي هي رخصة درجة اولى، اللي هي تقريبا مش عارف بصراحة اللي هي كلاس 1 ده اللي هو بيسوق المقطورة تقريبا او حاجة. بس لو انت رخصتك كلاس 5 وقدمت، مش هيجيلك رد. تمام. فدي من الحاجات بقى، التفاصيل الصغيرة دي اللي هي ممكن بسببها ان انت ما يجيلكش ردود عليها. يبقى ده كده تاني سبب احنا عرفناه ليه انت ممكن يكون ما بيجيلكش ردود. تمام. وفي حاجة تانية هنتكلم فيها لما نيجي نقول ازاي تقدم، ده هيساعدك ان انت تلاقي ردود ان شاء الله. تعال نخش على النقطة الاهم. هو بيقول لك مين اللي يقدر يقدم، who can apply. هنا بيقول لك لو انت معاك جنسية كندية او مقيم دائم او حتى temporary resident، اللي هي انت مقيم مؤقت. دي معناها لو انت طالب، لو انت معاك تصريح عمل، لو انت زيارة، لو انت جاي سياحة. نيجي للنقطة التانية وهي دي بقى الأهم. بيقول لك أي حد يقدر يقدم معاه أو معهوش valid work permit. يعني معنى كده إن أي حد، يعني مش لازم، لأن في وظائف تانية ممكن نشوفها هتلاقي بيقول لك إيه لازم يكون معاك valid work permit. لكن معنى كده معاك تصريح أو ما معاكش تصريح، فمعنى كده إن هو هيعمل لك تصريح عمل. وده
اساسا اصلا في الاوبشن اللي احنا اخترناه اللي هو انترناشونال كانديديتس اللي هم ممكن يقدروا يقدموا. نفس الكلام هينطبق، يعني عايز نشوف كام وظيفة تاني بس يعني مش عايز اضيع وقت. طيب خلينا ناخد وظيفة تاني كده على السريع يمكن نكتشف فيها حاجة. خلينا مثلا نقول بلمبر مثلا، سباك. في عندك هنا اول حاجة طبعا لقيناها ان هي فيرفايد، والمكان في كالجري، ساعة العمل $34، عدد ساعات 32 ساعة في الأسبوع، وهكذا. خلاص انتوا عارفين. وفي محتاج وظيفتين برضو نفس الكلام، كنديانز، نفس كل الكلام اللي احنا شفناه. طيب تعالوا نبص بقى ازاي تقدم على الوظيفة. أول حاجة تعمل شو هاو تو ابلاي. تمام. هنا بيقول لك طلع لك الايميل بتاعهم. في بقى حاجة بالنسبة لموضوع الايميل، يعني أنا شخصيا لما بلاقي الايميل gmail.com يعني بحس كده اللي هو يا عم ده اللي انت هتشتري دومين اصلا. انا نفسي شاري دومين، يعني اللي هو الشركه لسه ببتدي وشاري دومين بكام؟ تشتري ب$20 يعني. ولكن يعني بص، هي طالما على جوب بانك وهي فيرفايد وكل حاجه، ف يعني تستاهل بصراحه ان انت تقدم وتخوض التجربه يعني. لكن لو حسيت بقى يعني وده لاي حاجه، لو حسيت ان في حد بيقول لك لازم تدفع لي $3000 او لازم تدفع لي مش عارف ايه او هاخد منك فلوس كده، افكس طبعا على طول، ما تدفعش اي حاجه. لكن السي في الايميل بتاعهم موجود، وتقدر انك انت تدخل تبعت لهم. احيانا برضو هتلاقي ان في هنا ان انت تقدر تقدم باي ميل اللي هو تبعته ورق، او تقدم من على موقع الجوب بانك. بتكون عامل انت اكونت وبتعمل ابلاي. انا شخصيا بفضل اكتر حاجه الايميل نفسه، او انك انت تقدم على جوب بانك اللي هو هتلاقيه ابلاي اون جوب بانك بالاكونت بتاعك على جوب بانك، وبعد كده تبعت لهم ايميل كنوع يعني من انواع الفولو اب، وتقول لهم انا قدمت على جوب بانك وتقول رصه كده هنتكلم عليها لما نيجي نعمل نستخدم الاي اي ونشوف نقدم ازاي. ده تقريبا اللي احنا محتاجين نعرفه في ازاي تدور على وظيفة معينة. انت بقى تقدر تدخل تبحث عن الوظيفة بتاعتك وتستخدم الفلترز اللي موجودة. ولو انت بره كندا ما تنساش تدوس على الزرار اللي هو بيخليك يجيب لك الوظائف اللي هي من بره كندا. تمام. لان برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تكون ما بتجيش رد عليها، انك انت بتدور على وظيفة هي مطلوب كنديين او مطلوب ناس من جوه كندا. فاعرف وضعك القانوني فين وقدم على الوظيفة اللي انت تكون ظروفك مناسبة ليها وظروف الشغل مناسبة ليك. بس اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام عليكم.